بشرح لكم قصة الكل يشارك بلا خبصة، ابقوا معانا قدي فرصة. بعض النساء منهم تقنع، لا تحترم زوجي لا تسمع، كم يا نصايح وما يقطع. أيوة أيوة وداني ودانا ودان وداني ودانا ودان وداني ودانا خفيف الله يا بنية. تحنق وتشكي أبا يمه، ما رايكم في كذا حرمة؟ نساء بتنكر المعروف، من زوجها أخر المصروف، هذا هو الواقع المألوف. النسوان ما لها الا هكذا تصبوا. عندك يا حمزة. لزوجها ما بتتزين الله، إلا إذا شي عرس تجنن، قسله في البيت نمبر 1. تخرج من دون استئذان، كل ساعة هاتي لي فستان، مسكين كم جهدها الغلبان. يا بنية ودان وداني ودانا الله، ودان وداني ودانا ودان وداني ودانا خفي من الله. تعرف الرمساسة في الحب، تكذب وتحلف وما تتعب، في كل سحي وهو مضرب، وبعضها ينفع عين الراس، طيبه وعفبها واحساس، يا اخي صحيح الحاري مجناس. ما تروح لك يلي تغثين ازواجك. يا قلبي، ما رايكم؟ ايش الحل؟ الحل بيدك لينا تزعل، كل المشاكل معاها حل، وانك ضعيف شخصية وهبل. الفارق بين النحاس والماس
معروف كفاشك شكال الناس. اي والله كشجاع واترك الوسواس وعيش عيشة شبابية. الشرع قد حل لك أربع تعيش ترتاح وتتمتع. نصيحتي للعازب وامه للبنت بالدين ملتزمة، توكلي وحققي حلمه.